طبعا نحن كسوريين وكثوار سوريين نعتبر أن مسار أستانا قد شط بعيدا عن مسار الأمم المتحدة وعن قرارات الأمم المتحدة، وكان يعني طيلة الفترة الماضية بديلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة القاضية أو قرارات مجلس الأمن القاضية بالحل السياسي والقاضية بالانتقال السياسي في سوريا. مسار أستانا حقيقة سنكون صريحين في نظر كثير من الثوار السوريين أصبح بديلا سيئا عن قرارات مجلس الأمن القاضية والملزمة للنظام السوري بالبدء بعملية الانتقال السياسي. ولذلك نحن نرى على الأرض يعني مسار أستانا كان على الأرض حقيقة كرس وجود النظام أو كرس استقرار النظام وقضم النظام لكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها الثوار والتي كان يسيطر عليها الجيش الحر. الآن رجوع أستانا إلى مسار جديد وإلى رؤية جديدة تقضي بالعودة إلى قرارات مجلس الأمن، هذا بالنسبة لنا يشكل يعني خطوة إلى الأمام وخطوة متقدمة في سبيل الخلاص من نظام مجرم أباد مدن كثيرة من المدن السورية وآلاف من القتلى وآلاف من الجرحى والمعاقين وآلاف من المشردين، بل الملايين كذلك، ملايين مشردين الآن من الشعب السوري. نرى يعني الملايين خارج الأراضي السورية، وحتى هناك هجرة داخلية. لن نستطيع نحن حل المشكلة السورية دون البدء بخطوات الانتقال السياسي. هيئة تحرير الشام في البداية هي يعني مكون جاء صحيح أن يعني جزء من منتسبيه من السوريين، ولكن حقيقة كان يحمل أفكار القاعدة. وعندما انشقت داعش عن النصرة كانوا يحملون نفس الفكر. لكن حتى نكون منصفين هناك جناحان في القاعدة، جناح متطرف يعني يعتبر هو ضمن يعني مكون داعش، وجناح أقل تطرفا أو أقل راديكالية هو جناح النصرة. والحقيقة يعني نحن نرى على الأرض أن النصرة استطاعت إلى حد بعيد التخلص من التشدد اللي كان موجود في جناح داعش، ولكن لا تزال إلى الآن يعني في الخط اللي يعني الخط اللامدني إذا صح التعبير. نحن نريد من كل المكونات الثورية السورية أن تنهج نهج مدني يطالب بدولة مدنية حديثة وليس دولة دينية. الدولة الدينية لا نستطيع الآن ولا يتقبل العالم في القرن ال21 دولة دينية مبنية على أفكار داعش أو على أفكار القاعدة أو على أفكار النصرة بشكلها المتطرف. نحن نرحب نحن كسوريين وكثوار سوريين نرحب بأي خطوة تحفظ أرواح أهلنا الموجودين في الداخل وتقلل من المآسي الموجودة في الداخل، ولكن بنفس الوقت نحن لا نريد حلول جزئية للمشكلة السورية. الآن مسار أستانا يأخذ المشكلة بشكل مجزأ ويحاول أو يعني حقيقة من حيث النتيجة يكرس وجود النظام في مناطق واسعة الآن في سوريا، وكأن المشكلة السورية هي بقيت فقط مشكلة إدلب. المشكلة السورية أكبر بكثير من مشكلة إدلب. إدلب محافظة من 14 محافظة سورية. نحن نريد حل المشكلة السورية بالكامل، نريد الخلاص من هذا النظام اللي مسيطر على الشعب بالقوة، اللي سلط الجيش بسلاحه الثقيل على رقاب الشعب وأدى إلى هجرة الملايين من السوريين. الآن نحن إذا يعني هو حل جزئي، حل المشكلة في إدلب هو حل جزئي لا يحل المشكلة السورية. أعتقد أن يعني هذا الشرط جاء، وإن كان نحن كسوريين كثوار سوريين مع وحدة الأراضي السورية، ولكن
أعتقد أن هذا البند بالتحديد جاء بضغط من روسيا وإيران بقصد أول شيء التأكيد على وحدة الأراضي السورية، ولكن لبقائها كذلك تحت سيطرة الأسد. نحن نريد سوريا واحدة موحدة تحت مظلة دولة مدنية تأخذ بعين الاعتبار الأكثرية العربية والأكثرية المسلمة السنية، ولكن لا يعني ذلك أبدا أن تبقى تحت وصاية وتحت سيطرة نظام الأسد. نعم، هناك يعني في المناطق المحررة هناك في جهود كبيرة لمكافحة انتشار الفيروس، وقد علمنا مؤخرا حتى بوصول يعني دفعات من اللقاح وبدء حملات من التلقيح. وبالعموم يعني الجهود اللي الموجودة على بساطتها وعلى تواضعها، يعني يفعلون. الطاقم الطبي يقدم ما يستطيع لنشر الوعي في موضوع انتشار الفيروس ولمكافحة الحالات النشطة والإصابات الفعلية اللي موجودة في المناطق المحررة. والله لدي تعقيب واحد فقط، يعني نحن نتمنى على الأطراف الفاعلة اللي تدخلت في الأزمة السورية سواء الدول الإقليمية أو القوى الدولية الكبرى أن تضع جانبا المصالح الضيقة لكل دولة وتنظر للمشكلة السورية على أنها مشكلة إنسانية بالدرجة الأولى. عندما نحاول الآن تقديم حلول للمشكلة السورية علينا أن نراها على أنها مشكلة إنسانية بالدرجة الأولى، ولا ينظرون إلى مشاكلهم الجزئية يحاولون حلها ويتركون السوريين الآن عرضة لكل هذا المآسي اللي حاليا يعيشون تحتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تجاوزت اجتماعات أستانا 15 اجتماع، وأستانا تقودها 3 دول، روسيا وإيران وتركيا. من حيث الواقع السياسي الملموس، روسيا تشكل عدو مباشر للشعب السوري، وهي تعلن هذا، لا تخفيه، وهي تقول أنها تناصر النظام. وأيضا إيران هي خصم للشعب السوري وتمارس وترسل هذا. بقيت تركيا الدولة الوحيدة المساندة للشعب السوري وحراكه الشعبي. الآن هم دولتان مقابل دولة. بالتأكيد الشعب السوري لا يعول كثيرا على أستانا ولا على إنجازاتها، ولكن من حيث المبدأ هي حققت بعض المكاسب العامة. تركيا من خلال الضغط السياسي في أستانا حققت أمنا مباشر في إدلب، يخفف مسألة القتل الروسي والقصف الطيران الروسي على الشعب وعلى الخيام. من خلال عمل التركي الآن المنظمات الدولية بدأت تساعد الأخوة السوريين اللاجئين. هذا كله يساعد على يعني من إنجازات. أيضا من خلال تركيا وعملها السياسي الدؤوب الآن الضغط على شرق الفرات على الأمريكان من خلال أستانا أن هناك خط موازي له. بالإجمال أستانا هي عمل سياسي لا يعول عليه الشعب السوري كثيرا، ولكن لابد أن ننصف وأن نقول أنه حقق إنجازات بوجود الأخوة الأتراك، ونتمنى منهم أن يستمروا في هذا الدعم للشعب وأن يحققوا قدر الإمكان ما يمكن أن يخدم الشعب السوري.